طبعا انا اتكلمت كتير عن تطبيق باز وبتكلم تاني وهتكلم تالت. ليه؟ لان التطبيق بقاله فتره ولسه مستمر، تقدر تكسب منه فلوس باقل مجهود. والله العظيم زي ما بقول لك كده، ناس كتيره كسبت منه، انا واحد سحبت منه مرتين وان شاء الله المره الثالثه قربت. فانا بقول لك الحق اشتغل عليه. التطبيق لو انا مش شايف ان هو مفيد، انا واحد من الناس مش هتكلم عليه كتير. ادخل لو انت مش مصدقني، اعمل سيرش في كل مكان عن تطبيق باز، هتلاقي ان التطبيق ده حتى اليوم السابع نفسه اتكلم عليه وقال لك التطبيق ده تقدر ان انت تكسب منه فلوس. طب تعمل ايه علشان تقدر تربح من التطبيق ده؟ بالمناسبه اللي خلاني اتكلم تاني عن التطبيق لان التطبيق دلوقتي سهل عليك ان انت تحول الارباح بتاعتك على المحفظه بتاعتك. يعني لو معاك فودافون كاش او اتصالات كاش، تقدر تعمل تحويل على طول بدل ما تروح البنك. الاول مثلا الناس اللي سحبت قبل كده كان التحويل بيكون عن طريق بنك مثلا زي ويسترن يونيون او بنك اسكندريه، لان بيكون جوه بنك اسكندريه فرع البنك ويسترن يونيون، فبيكون عباره عن حواله مصرفيه او عن طريق فوري. دلوقتي سهلوا عليك قوي ان انت تقدر تحول الفلوس دي عن طريق فوري او اتصالات كاش. انت عاوز ايه تاني؟ انا مش عارف. وكل شغلك على التطبيق التفاعل بس. دي منصه عربيه عاوزه تكبر قوي، فبالتالي بتعمل ده علشان الناس تدخل على المنصه. ولو دخلت على التطبيق نفسه، حتى لو انت مش ناوي ان انت تكسب منه فلوس، التطبيق كويس قوي ان هو مش بينزل لك اي حاجه مثلا بلس 18 او حاجه تخاف منها على اولادك. انا واحد كمستخدم جوه التطبيق، الصراحه التطبيق لحد دلوقتي محترم جدا، فمقابل ده كمان بتقدر ان انت تكسب فلوس. يعني تطبيق كويس زائد ان انت هتكسب منه فلوس. فزي ما قلت لك التطبيق دلوقتي سهل عليك قوي ان انت تقدر تحول فلوسك. فكل الموضوع هنا او شغلك على التطبيق ايه؟ هتتفاعل عادي، تعمل جروبات، تنزل بوستات، فيديوهات، تتفاعل مع الناس، كومنتات، كل ده بيجي لك عليها نقاط، ونقاط طبعا بتحولها لفلوس. زائد واهم حاجه طبعا الدعوه. انت كل ما هتدعي حد هيجي لك نص دولار. يعني دلوقتي لو رحت لصاحبك مثلا اللي ما حملش تطبيق باز ونزل التطبيق من وراك وكتب كود الدعوه بتاعك، هيجي لك انت نص دولار. بتقدر تحول امتى؟ لما تجمع 100 دعوه اللي هي 50 دولار. يعني في ناس مجرد ما تروح تدعي واحد ويجي له مثلا نص دولار يقول لك انا عاوز احول. لا، التطبيق هنا الحد الادنى 50 دولار. والله انت لو تعرف ناس كتير، زائد ان انت تنزل على السوشيال ميديا، تعمل فيديو، تنزل بوستات، تعمل اي حاجه، هتقدر ان انت تجيب ال 100 دعوه دي في اقل من اسبوع. في ناس كتير والله عملت ده وقدرت ان هي تجيب دعوات كتير قوي. تمام؟ فالحق يا صاحبي علشان ما ترجعش تندم زي التيك توك وناس كتيره ندمت بعد الحوار ده. الحق انت اشتغل على التطبيق، ادعي ناس، ادخل تفاعل في التطبيق، وصدقني ربنا هيكرمك. بس اعمل عليك وان شاء الله خير. واتمنى طبعا اي حد لسه ما حملش التطبيق ينزله من متجر جوجل بلاي، ولو انت ايفون برضو تقدر تحمله عادي بكل سهوله. وبعد ما تحمل التطبيق وانت بتسجل هيقول لك لدي رمز الدعوه، اضغط عليها واكتب الكود ده. لما تكتب كود حد طبعا وتسجل بيه، فبينفعك في توثيق الحساب، بينفعك ان المكافاه بتاعتك تبقى مضمونه وتجيلك. فزائد كمان ان ده بياكد ان انت انسان مش روبوت. ومعلش طبعا لو طولت عليكم، بس حبيت اكلمك تاني لان دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير. يعني لو اي حد لسه مكسل وكان مفكر انه لسه هيروح البنك او هيجي له حواله وبتاع، لا، دلوقتي وانت قاعد في بيتك كل حاجه هتخلص ومش هتروح بنك ولا اي حاجه، وهتقدر ان انت تحول فلوسك على المحفظه سواء فودافون كاش او اتصالات كاش. اتمنى بالله عليك لو الفيديو عجبك ما تنساش طبعا تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الاشعارات. وطبعا لو انت بتشوف الفيديو ده في اي مكان تاني، يا ريت ما تنساش تعمل فولو علشان طبعا اي جديد يجي لك على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.